أنا اللي عملت الطعمية في العجين. قبل أي حاجة، كل سنة وانتم طيبين. عيد سعيد علينا كلنا. آم، يا مساء الهنا والسرور، اوعى ننسى الكلمة دي بالذات. يلا وهنبدأ نعمل العظمة اللي انتوا شايفينها دي، ولا بتاعت المحلات ولا هتاكليها تاني. بتركاية بسيطة جدا هتخلي الطعمية معاكي تروح في حتة تانية. ونفسي أعرف الحاجات اللي في حتة تانية دي بتعمل ايه هناك. يلا نبدأ. بصوا بقى معانا، يعني الكمية اللي انتوا عايزينها. انا هنا عاملاه كيلو في الماتشور، زي ما انا قلت لكم قعدت من 6 ل 8 ساعات. غيرت عليه المية 3 مرات، لازم تغيري عليه المية 3 مرات. ليه؟ عشان الريحة ما تبقاش مش حلوة بعد ما تعمليه. في ريحة طعمية بتبقى تقيلة، ليه؟ عشان المية ما اتغيرتش. معانا شوية الخضار الحلوين دول، بصلتين كبار لكيلو الطعمية. راس توم صغيرة أو متوسطة وبفصصها، وحزمة كزبرة، وحزمة بقدونس، نص حزمة بقدونس، وحزمة كبيرة مليانة كرات. وهبتدي أقسم الخليط بتاعي زي ما انتوا شايفين. أول حاجة، ودي أول ضربة ليها أو أول طحنة ليها، الطعمية. هطحن الطعمية كلها لوحديها، وبعد كده هطحن هفرم الحاجات الخضراء كلها لوحديها، اللي هو البصل والثوم والكرات والكزبرة وكده. هطحنهم كلهم، والمقادير دي بالشعرة زي ما بيقولوا. بصوا كده هتعرفوا اللي هي مظبوطة قوي في الآخر. الناس اللي أكلت مني الطعمية لو سمحت تقولي في الكومنتات إيه أخبارها، عشان أنا مشهورة بالموضوع ده. المهم إيه، وهنزل بالخليط كله على بعضه واقلبه كويس زي ما انتوا شايفين، لغايه ما اخليه بالمنظر ده. احنا كده اول مرحله. هنيجي تاني مرحله وهفرم الخليط تاني. انا عايزه الخليط معايا ناعم وهش جدا، متعبي هوا. وهقول لكم ازاي هنعمله. تابعوا معايا الفيديو. لو تابعتوا الفيديو متنسوش تعملوا لي متابعه ولايك حلو زيكم وكومنت حلو زيكم. تقولي كل سنه وانتم طيبه يا هنا. التوابل بتاعتنا عبارة عن ايه؟ احنا خلصنا الخليط كله. عبارة عن كزبرة، كمون، ملح، فقط لا غير. هتحطي ازود من كده في الطعمية، الطعمية فعلا طعمها هيغير جدا. والكمون يبقى قليل مش كتير، الكزبرة هي اللي بتبقى اكتر. ايه بقى الخطوة دي هتعمليها بالمضرب اليدوي، هتعمليها بالمضرب الكهرباء، هتعمليها بالعجان زي ما انتوا شايفين كده. هيديكي نفس الإفكت في الآخر. أنا باعمل الخطوة دي ليه؟ بعبي الطعمية هوا عشان تبقى هشة. لكل الناس اللي بتشتكي إن الطعمية بتاعتي مكبوسة، يا هنا الطعمية بتاعتي مليانة. الخطوة دي هتعوض ده كله. تعالوا بقى أوريكم بعد الخطوة دي فرق اللون. شايفينها هي هشة وفاتحة قوي، وهنا بص غامقة ومكبوسة. دي طعمية مكبوسة ودي طعمية هشة، عشان تبقوا عارفين. تعالوا بقى نعمل الايه الخلطة بتاعة القلي. عبارة عن سمسم أخضر، سمسم بني اللي هو الغامق، وكزبرة مدشوشة، تمام، وشطة، والشطة اختياري. وهتبتدي تقلي. بصوا الطعمية هشة من فوق ازاي. بصوا بقى طلع على وش الزيت اهي. دي طعمية خفيفة مليانة هوا، هتطلع من جوه هشة حلوة جدا بالهنا والشفا. جربوا الطريقة، واوعوا تنسوا تدعولي على الجمال والقرمشة والحلويات والسكريات. قلينا شوية وعملنا سندوتشات شوية، اللي هو الساندوتش بالعيش الشمسي. اتفرجوا على الجمال طبعا، نسعى العيش الشمسي. عملنا شوية فينو وفلفل مقلي بقى، شغل خطير. وخزنا شوية في الفريزر، طبعا هتقعد معاكي كتير